مصر للإنتاج والتوزيع تقدم
ولا كان حد يتوقع ان شاب صحفي في بدايه حياته يموت بالشكل المفاجئ ده. ولكن قضية الجاسوسية المتهم فيها الصحفي الراحل عمر نصر هي فضيحة بكل المقاييس. طبعا موضوعنا النهارده هو القضية المثارة حول تخابر الصحفي الراحل عمر نصر. هل تعامل الصحفي مع جريدة من دولة تانية يعتبر تخابر، ولا الموضوع فقط بيتعلق بإسرائيل؟ يعني لو عمر نصر تعامل مع جريدة تانية روسية مثلا، وفي ايه؟ استاذ جابر، حضرتك كنت عاوزني؟ ايه يا استاذ اسر الزفت اللي انت بعته لي ده؟ انت مين قال لك على حكايه المسؤول الدبلوماسي اللي راح حضر حفله في اسرائيل؟ انا مش فاهم حضرتك متنرفز ليه دلوقتي؟ انا سالتك سؤال وعايز اجابته. مش حضرتك اللي قلت لنا ان الصحفي الشاطر ما يقولش مصادره؟ نعم يا حبيبي. والكلام اللي بنعمله على الناس هيطلع علينا احنا ولا ايه؟ انا مش هنشر اي حاجه غير لما اعرف مين اللي قال لك. انا ما عنديش استعداد ان انا اروح في داهيه علشان حته عيل، يعني مع احترامي. بص لي كده ليه؟ ضايقت عشان كلمه عيل؟ لا يا حبيبي، واحنا صحفيين صغيرين اتقال لنا كلام اكتر من كده من كتير. سيبك من الكلام ده وقول لي انت ليك مين بقى في الخارجيه بيسرب لك المعلومات دي؟ مزه مش كده؟ عن اذن حضرتك. انا لسه ما خلصتش كلامي، استنى. اقعد اقعد يا ابني، ما تستعبطش. في ايه؟ ياسر انت شاب وطموح، بس في الصحافه الطموح لوحده ما يوصلش اللي انت بتحلم بيه. مش فاهم. ما تتقمصش بس وتعمل زي العيال الصغيره كده. انا وانا في سنك اترفضت لي مواضيع بعدد شعر راسك، بس ما كنتش بتقمص، بالعكس كنت بشغل دماغي وافكر، وده اللي وصلني للي انا فيه دلوقتي. بس انا برضو مش فاهم، يعني حضرتك عاوزني ليه؟ في حاجه تانية عاوز تكلفني بيها؟ يا ابني انا عايزك تتقدم خطوه لقدام، عايزك تبص لنفسك وتفكر هل انت ممكن تبقى صحفي ناجح وتثبت المزه بتاعت الخارجيه بتاعتك دي انك قدها وقدود، ولا تاخدها من قصرها وتشوف لك مجال تاني وتبطل تضييع وقت؟ اخش في الموضوع؟ اتفضل. متجمعين عشان نبقى على قلب رجل واحد. لازم نعرف احنا رايحين فين وجايين منين وعايزين ايه بالظبط. الثورة دي ثورتنا احنا، ولا يمكن حد يسرقها مننا. والكلمة الآن بدون أي مقدمات مع الأستاذ الدكتور مجدي منصور. هتكلم أقول إيه؟ الشباب قال كلمته. يا شباب مصر، يا أمل الأمة، أي كلام هيصدر من واحد عجوز زيي هيبقى تخريف. عمر 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 حبيبي حبيبي حبيبي، وحشتني جدا وحشتني جدا جدا يا نجم الإذاعة والتلفزيون وكل لا بالراحة والنبي، بالراحة عليا، مش كل مرة. أنا ما بهزرش يا عمر خالص. أهو هناء إبراهيم، عارف صاحبة مقال في الجورنال اللي أنت بتشتغل فيه يومي. طبعا قابلتها قبل كده عند الأستاذ جابر في المكتب. غريبة رغم ما بروحش الجورنال كتير. ما انتوا كده يا بتوع الرأي، تكتبوا من بيوتكم ومن مكاتبكم وتبعتوا لنا واحنا يطلع عين ابونا. المهم ان رأينا بيتسمع خالص. الناس بطلت تسمعكم، الناس مش عايزه كلام، الناس عايزه الحقيقه. يا عمر يا عمر احنا مش جايين نتخانق يعني. كده اتفضلي. انا مش قادر افهم انت هتفضل على الكتف لحد امتى؟ طبعي ولا اشتريك؟ يقول لي طبعك مش كده كمان يا عمر. سارة
طبعا ده الكلام الحلو. بص ياما كلمني عنك بجد. وانا كمان سمعت عنك كتير قوي. ايه الكلام كويس ولا لا 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 ابدا يا حبيبي ولا حاجه خالص. ما هو مش معقول تبقى ابو زياد حفيدي وجوز بنتي سابقا مش عايز نتكلم عليك. يا سابقا دي ممكن تحسسها ان في قضايا بينا ولا ايه الحكايه؟ لا ابدا تمام. ابدا. عمر ده ابني قبل وبعد، بس عارفه ايه، هو ابن عاق ما بيسالش عن ابوك. انت عارف اللي فيها، ما انت عارف. انا كنت عايزك في موضوع مهم قوي. وانا عازمك. عازمني؟ يبقى ابتديت تقبض زيهم بالظبط. كده ما ينفعش كده والله العظيم ثلاثة. لو استمريت على اللي انت بتقوله والشغب ده لا ادفعك ثمن العزومه. هو ده مجدي بيه اللي اعرفه. هو يلا بينا. يلا امسك. الكلام ده جاني من نيابه امن الدوله. ده عمر. لا عايز افهم ايه كل ده؟ انت بعت الاشتراكيه والنضال وبقيت راس مالي ولا ايه الحكايه؟ وبعدين بقى انت ليك اكل ولا بحلقه مش فاهم؟ طب ايه رشوه ولا ايه؟ انا بفكر اتجوز تاني. ده صحيح؟ جاي تاخد اذني ولا ايه؟ لا جاي اخد رايك. انت كنت خدت رايي اولاني لما هتاخد رايي تاني. وانت عمرك رفضت جوازي من منى؟ حذرتك ولمحت لك. ما كانش ممكن اصرح باكتر من كده يا حبيبي. يا بنتي وانا مربيها على انها تاخد قرارها بنفسها، وانت ما اقدرش ارفض. كنت عايزني اقول لك ايه؟ اتجوزت بنتي رغم ان انا كنت عارف ايه اللي هيحصل. بس انا عمري ما ظلمتها. لا ظلمتها لما اعتقدت انها ممكن تبقى من طينة تانية غير كل الستات. يا حبيبي انا عشت نفس التجربة، عشان كده يا عمر حذرته. لا في فرق كبير قوي بيني وبينك. ده انت كنت لما بتحب تريح من السجن تروح المعتقل شويه وبعدين ترجع السجن تاني. لا يا حبيبي اسم الله عليك انت اللي كنت كل ما تسافر سفريه عشان تعمل تحقيق ولا تعمل حاجه تخلي البلد كلها تمشي وراك ونجيبك من السفارات والانتربول والنبي خلي الطبق مستور بقى ما كان زيها. ايوه بس هي ادتني انطباع كده انها تستحملني. وفي الاخر ايه؟ طلع زي امها. ما قدرتش ابدا تستحمل ان هي تضحي بنفسها ولا بالاستقرار. النضال ما كانش طريقها ابدا، ما كانتش قضيه مؤمنه بيها. بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بكم في حلقه جديده من اخر النهار. بحيي حضراتكم. الحقيقه كل ما اتامل الصحافه المصريه بقف عند اسم شديد التميز في هذه الصحافه، الكاتب الصحفي عمر نصر. اقدر اقول بكل يقين ان هذا الرجل هو كتيبه صحفيه بحد ذاتها. كلام فارغ مش عايز اسمعه. الموضوع دوت لازم ينتهي بكره، لازم نخلص منه بكره. انا مش هستنى اكتر من كده، فاهم ولا لا؟ في ايه يا هشام؟ ايه يا منى؟ شايفين بتكلم في التليفون؟ بص انا لا يمكن اسمح لواحد زي دوت يدمر لي حياتي. الحكايه من اولها لاخرها مسؤوليتك انت ولازم تنهيها. بكره لو ما سمعتش خبر جديد يبقى انت المسؤول قدامي. انت ايه ما نزلتيش ليه؟ الوقت اللي انا مستنيه عربيه المستشفى. كل الخبطات الصحفيه دي اثر على اسرتي الحقيقه. يعني عايز اقول لك والله يا خالد ان 3 سنين اللي فاتوا دول شفت مثلا 15 20 مره بس. ان شاء الله الموضوع ده هيخلص قريب. بالظبط كده بالظبط. لا والموضوع كبر اكتر وبقى فيه تهديد على حياتي وحياتهم. علشان كده وامان لابني يعني قررت ان انا انفصل عن مراتي. لا والموضوع كبر اكتر، بقى فيه تهديد مباشر فبقيت. ايوه يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ اتجوز ولا اخلع ولا اعمل ايه بالظبط؟ فهمني. عايز اسالك سؤال محدد. متاكد يا عمر انها هتستحملك؟ لا بس هي الظروف يعني هديت اكتر من الاول بكتير. تهيألك اللي زيك يا عمر خد على المغامرات، خد على شكل معين من الحياه. شكرا على النصيحه يا حبيبي. بجد
في الدنيا. ناكل بقى من غير قر كده. يلا. ايه يا حبيبي؟ مشغولة؟ لا يا حبيبي عادي مفيش مشكلة. طيب انا مش هطول عليك، انا بكلمك عشان اقول لك انك هتسمعي خبر حلو النهارده ان شاء الله. وخليكي فاكرة بقى ان انا قلت لك المفاجأة، ها؟ ايه ده؟ دي مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ لا طبعا مش هقول لك. المهم اعمل حسابك ان النهارده هنتعشى بره مع ناس مهمين. ماشي. باي. كونسيدر الدنيا يا باشا. عاوز اقرا الموضوع في الجورنان قبل الاسبوع ده ما يخلص. شوف يا باشا، انا مش واثق من اي حاجه في الدنيا قد اللي انا قلته، وهتشوف بنفسك. ببساطه عشان اشرحها يعني اكتر بشكل ابسط، يعني عشان اشرحها للناس. وليه ما يكونش الراجل ده؟ تحقيق اعمق شويه، كم مستندات كبير قوي، وده اللي سهل الاداره. الراجل ده شايف نفسه ويعمل لنا مشاكل كتير، عشان كده كان لازم يختفي من الصوره وباي شكل. ثق فيا، رضوى ملفوفه حوالين صباعي الصغير وبمزاجها على فكره، يعني هتعمل اللي احنا عايزينه وباي شكل. والموضوع بتاع تهريب ال 13 مليار الخارج دول في 2007 كوم تاني خالص. انا يعني اندهاشي من كميه الفلوس اللي اتهربت يعني غير طبيعي. للاسف مع كل المعلومات يا خالد اللي انا حاططها في التحقيق محدش خد خطوه واحده بس، مع ان الفلوس معروف مكانها وانا كاتب ده في التحقيق. ده الطبيعي وده احنا شغالين على كده. بس عايز اسالك على حاجه، هو انت جمال ابراهيم دكتور خيري كان عايز مني حاجه؟ كان بيقول لحضرتك شوفي المريض اللي في العنايه. لا خالص على الاطلاق. ماشي يا مريم، اتفضلي. مش ولا حد مثلا يكلمك عنده بالتليفون، حد حاول يتواصل معاك؟ يعني بص، هو احيانا كده بتوصل لك رسائل تحس ان فيها جزء من التهديد، لكن مش بشكل صريح وواضح. في موضوع العمال بقى الحقيقه اي عامل اتضرر يعني من قفل المصانع. الدوسيه اللي طلبته. شكرا. رضوى بتسأل عليك. عايزه ايه دي؟ معتصم، تعالى يا معلم. ايه يا معلم؟ ايه؟ بص هطلب منك طلب عشان انا بس مش فاضي اليومين دول. عايزك تعمل الموضوع بتاع اللي كنت عامله مع رضوى. عارفه؟ بتاع المحامين اللي اتقتلوا. لا يا معلم انا اسف معلش. ليه يالا؟ الموضوع كويس جدا واسمك هينزل عليه. اسف، ابوس ايدك ابعدني عن رضوى خالص عشان خاطري لو سمحت. ليه بقى؟ حلوه زياده عن اللزوم يا معلم. لما بشوفها ما بعرفش اركز، يعني بلقلق بتوتر بتضايق هتعقد هتاذي. في ايه يالا؟ واقف جنبي. استاذ جبر مديني الموضوع صعب جدا لازم اخلصه، وبعدين انا هكلمها ولا انت جاي لها دلوقتي؟ دلوقتي؟ ايوه. طب شكلي حلو. امشي يالا. الدكتور ده له علاقه بالمحامين اللي اتقتلوا. انت عرفت ازاي؟ كان موكل عند محامي فيهم، وفي شبهات بتقول انه شارك في تعذيب ناس في المعتقلات. ايوه يا رضوى، بس ده كلام بعيد جدا يعني، مش شرط يكون ليه علاقه باللي حصل. احنا نمشي ورا الموضوع من الزاويه دي ونحاول نوصل للدكتور ده، ولو وصلنا له نحاول نفهم ايه اللي حصل وليه. لو ما عرفناش حاجه ساعتها ندور على زاويه تانية. زاويه تانية؟ زاويه تالتة؟ انت تأمري. اتعدل، انا مخطوبه. يعني لو مش مخطوبه كان ممكن تبصي لي؟ لا طبعا. لا طبعا وفي وشي كده؟ طب جمليها. معتصم احنا اخوات، خلينا زملاء. انا ماشي. كنت فين؟ كنت عند بابا.
وما بترديش على التليفون ليه؟ ما كانش معايا، كنت ناسيها في العربيه. ولما نزلت العربيه ما شفتيش المكالمات بتاعتي؟ انا شفت بابا عند جده في التلفزيون. حبيبي ادخل اوضتك. مش عايزه انام دلوقتي. ما تنامش يا حبيبي، ادخل اوضتك بس دلوقتي. في ايه يا هشام؟ شايفاني مش طبيعي ولا ايه؟ طبعا مش طبيعي وعصبي، مش طايق ولا كلمه. انا مش عارفه بقى امتى هترحم نفسك وتريحني من اللي بتفكر فيه. تفتكريش انك عارفه انا بفكر في ايه؟ انت ولا عارفه اي حاجه. طب قول لي انت ايه اللي مضايقك؟ مش لازم كل حاجه مضايقاني اقولها لك. يعني انا اسكت خالص لغايه ما حضرتك تروق لوحدك وترجع تلاقيني مبتسمه وسعيده. انت هتهرجي ولا ايه؟ مش انا عايشه معاك واي حاجه بتاثر عليك بتاثر عليا انا كمان؟ ما تقولي يمكن عملت حاجه غلط اعتذر عنها او ابطل اعملها بدل ما انت معايشنا في النكد ده. ربنا يكون في عونك. انا عارف انت عايشه في مأساة. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه. انا حتى مش عارفه اتكلم معاك. مش لازم تعملي اي حاجه حبيبتي، انا اللي لازم اعمل. يعني ايه؟ يعني اللي عامل مشكله ما بيني وما بينك هينتهي قريب ان شاء الله، وساعتها ممكن اقول لك انا ايه اللي كان مضايقني، ده اذا كنت عايزه تعرفي. استاذ عمر؟ ايوه مين؟ مش مهم انا مين. المهم توعدني انك تبص على السدايه دي. فيها ايه بقى السديايه دي؟ فيها حاجه خطيره جدا يا استاذ. مفيش وقت عشان اشرح لك يعني وكده، لانهم ممكن يلحقوني في اي لحظه. اللي هم مين دول؟ هتعرفهم لما تبص على السدايه. بص عليها وحياة ابنك تبص عليها. بص عليها. يا صباح الفل. ها اتفرجتي على البرنامج بتاعي؟ اتفرجت واتفرست. متشكرة ليك كتير جدا. ليه بس؟ انا عملت ايه؟ عملت ايه؟ بقى يا راجل نبقى مخطوبين وعلى وش جواز وتطلع في برنامج تاني مع مذيع منافس؟ لا لا لا، احنا متفقين ان الشغل حاجه والمواضيع دي حاجه تانية خالص. وبعدين تعالي هنا، احنا من امتى مخطوبين وعلى وش جواز؟ وحصل اتفاق في الحكايه دي وانا مش موجود ولا ايه؟ انت هتعترض كمان؟ لا 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 خالص. اعترض ايه؟ بالعكس، ده انا لو اعرف ان ظهوري في البرنامج ده كان هيعجل بالقرارات دي انا كنت طلعت من زمان. انت عارف انا بحبك قد ايه، بس انا مشاكلي كتير وانت مش ناقص. وانت عارف انا بحبك قد ايه. بس هقول لك على سر بقى، انا حبيتك علشان خاطر ولادك. مش عارفه ارد اقول لك ايه بصراحه. بكره نتقابل واسمع ردك. سلام. والله انا استاذ حضرتك كنت منور. ربنا يخليك، متشكر قوي. بس برضه كنت مستنياك تجيب اسمي. لا المره الجايه ان شاء الله هفتكر كويس. وانت اسمك ايه بس عشان رشا؟ ده انت حبيبتي. ازاي ما يعرفش اسمك؟ في حد ما يعرفش سلمى اشهر صحفيه سلمى؟ عندنا؟ رشا اشهر صحفيه عندنا، والله غلطان. ادخل. مساء الخير يا استاذ. اهلا اهلا نزيل، اتفضلي. وانا عارفه ان حضرتك مشغول، بس كنت عايزه اعرف راي حضرتك في الموضوع ده. موضوع ايه؟ بتاع ضحايا التعذيب اللي كنت قلت لحضرتك اني شغاله فيه قبل كده. وانت اللي شغاله على موضوع ضحايا التعذيب يا زينب؟ بصراحه كده مدام رضوى هي اللي قالت لي اقول لحضرتك كده عشان عايزه تعرف رايك فيه. قولي لها وحش، اوحش موضوع قريته في حياتي. قولي لها كمان ان انا كنت هعمل لك مشكله بسبب الاخطاء الاملائيه اللي موجوده فيه. بس هي فعلا بتكتب حاجات كويسه جدا. زينب انا مش فاضي. طب هي كده دلوقتي هتعملي مشكله لما تعرف ان حضرتك ما رضيتش تقراه، وهتبهدلني اكتر لما تعرف اني قلت لك الحقيقه. وبعدين هي شايفه ان الراجل ده ليه علاقه بموضوع قتل المحاميين. ليه بقى؟ واحد منهم كان مسؤول عن قضيته. عادي، ممكن اي حد موكل المحامي ده يبقى ليه علاقه بالقضيه. حاضر يا زينب حاضر، بس ما تعمليش كده تاني. حاضر. ميرسي. متقلقيش، كله هيبقى تمام ان شاء الله. مش عارفه. وبعدين بقى انت واثق في اللي انت بتعمله ده يا استاذ؟ عيب، بس على الله يطمر. حالا انا هكون عنده. شكرا. صباح الخير. اهلا 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 يا نجم. اتغديت ولا اطلب لك اكل معايا؟ لا لا الحمد لله، سبقتك. انت اللي خسران.
انا اصلي وقعت لك على واحد بتاع كشري قريب هنا، انما ايه ممتاز. كشري ثباتك يا استاذ. متشكر قوي. ماشي. شوف يا عمر، انت مش محتاج تسمع مني الكلام اللي انا هقوله ده، لكن انا برضو عايز اقوله لك. انت عارف طبعا ان احنا نسبه التوزيع العاليه بتاعت الجورنال اللي احنا وصلنا لها دي وصلنا لها عشان انت معانا، وده طبعا لانك انت مش بتعتبر الجورنال ده مكان انت بتشتغل فيه، لا بتعتبره بيتك، والا كان زمانك طبعا قبلت اي عرض من العروض الخرافيه اللي بتعرض عليك. يا استاذ ايه لزوم المقدمه الطويله دي؟ انت مزنوق وعايز تستلف مني فلوس ولا ايه؟ شايلينك للعوزه يا عمر، ربنا يخليك. بس انت عارف ان احنا هنا محتاجين في الجورنال مدير تحرير، وانا بصراحه لغايه امبارح بس ما كنتش لاقي حد انسب منك انت يمسك المنصب ده، لكن بعد ما قعدت بيني وبين نفسي كده وفكرت لقيت ان انا هظلمك. هتظلمني؟ طبعا انت مواهبك الرئيسيه في الكتابه والتاليف مش في الاداره. انت يعني عندك مقالك اليومي وعندك الكتاب اللي انت بدات فيه، وفي نفس الوقت فوق ده كله الشهره، والشهره لها متطلبات، لقاءات تلفزيون وسفر وخلافه. انما يعني لو حد زي رضوى مثلا مسك المنصب ده هيبقى متفرغ له ومش هيتعب في حاجه. بس انا بصراحه ما رضيتش اخد قرار في الحكايه دي غير لما اسالك الاول واخد رايك فيه. ده جورنانك يا استاذ، انت رئيس مجلس الاداره ورئيس التحرير، حقك تاخد اي قرار تشوف فيه المصلحه. يا سلام، ده عشمي برضه. كنت حاسس ان انت رايك يبقى كده، بس لعلمك بقى يا رضوى انت مش هتحققي اي نجاح في المنصب ده الا اذا كان عمر جنبك وساعدك. للاسف يا استاذ انا مش هقدر اتعاون معاها ولا اساعدها، لان زي ما حضرتك لسه قايل دلوقتي انا عندي حاجات اهم من شغلي هنا. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني انا بقدم استقالتي لظروف شخصيه. الف الف مبروك من قلبي طبعا. بعد اذنك. انا استاهل ان ابقى مدير التحرير. وانا باركت لك. عمر عايزه ايه؟ ايه المطلوب مني اكتر من كده؟ ما تمشيش. صعب، عندي ظروف تمنعني ان انا استمر هنا. اتكلم معايا بصراحه يا عمر. لو اتكلمت معاكي بصراحه هتزعلي. كبيره عليك ان انا ابقى رئيستك، مش كده؟ كبيره عليك انت مغرور. انت اللي طلبتي ان انا اتكلم بصراحه وهي دي الحقيقه. انت بتهني رغم ان انا عامله حساب الزماله والعشره اللي بينا. انت اللي بتهنيني وبتقولي عليا مغرور، وبتهيني نفسك لو متخيله ان انت تقدري تشتغلي شغلانه زي دي. انت اساسا مش صحفيه يا رضوى، وكل يوم بتقضيه هنا يوم ضايع من عمرك. لا عندك ملكه الكتابه ولا حس الصحفي ولا قدرات اداريه تخليكي تسدي في شغلانه زي دي. وفري وقتك وفكري كويس قوي في اللي انا بقوله لك، وفي يوم من الايام هتشكريني علشان قلت لك الحقيقه. اقسم بالله العظيم يا عمر يا نصر، لو كان الاستاذ جبر عرض عليك انت المنصب ده وقال لك عايزك تبقى مدير تحرير كنت انت اللي رفضت بنفسك وقلت له معلش سوري انا مشغول. بس انت عايز بس تحس انك عظيم وانك اعلى بكتير من البني ادمين الغلابه اللي زينا. انت مش قادر تصدق ان واحده ست ممكن بمجهودها وكفاءتها توصل انها تتفوق عليك في حاجه حتى لو كنت انت مش عايزها، عشان انت جزء من المجتمع الذكوري المتخلف اللي احنا عايشين فيه. انا لو قطعت نفسي 100 حته برضه هتفضل باصص لي ان انا واحده ست، وبرضه اكيد عملت حاجه غلط عشان اوصل للي انا فيه. انت مصدقه اللي انت بتقوليه ده؟ حتى لو مصدقه دلوقتي بكره تتاكدي ان الكفاءه هي اخر حاجه اختارك علشانها الاستاذ جبر، ويوم ما تعرفي هتفضلي برضه تضحكي على نفسك. هتندم يا عمر يا نصر. زينة، هو انت مش عندك واحد قريبك شغال في التنفيذ؟ في حاجه؟ ما تنزلي تشوفي لنا خبر ترقيه بتاع مدام رضوى نزل ولا لا؟ عايزين نفرحها. تصدقي فكره؟ انا هنزل حالا. يلا.
حسام. انت دخلت هنا ازاي؟ انا زينب بنت خالة حسام وكنت عايزاه في موضوع عائلي كده. طب ما تدخليش هنا تاني، اتفضلي بره. حد. تعال ورايا، خليك انت هنا. كان لسه هنا من شويه، بسرعه. حد يعمل لي السطح وحد يطلع يقفل باب العماره. خش اهو، تعال. اهدى بس، اهدى شويه. انا شفت كل حاجه. بقول لك ايه، ده مفتاح الشقه بتاعتي اللي تحت، شقه فاضيه. لحظه.